سبونج بوب هنا كان بيعمل برجر وحش عملاق، بس المعلقه بتاعته عشرة عمره ما قدرتش تستحمل الضغط واتكسرت نصين، فسبونج بوب انهار وخدها جري على المستشفى كانها بني ادم بيموت. فمستر سلطع قال له يا ابني دي حته حديده، هات غيرها ووفر فلوس العلاج. بس سبونج بوب هنا رفض انه يتخلى عن شريكه نجاحه. الدكتور طبعا في المستشفى قال له انا لو مكانك هرميها واجيب غيرها، حالتها ميؤوس منها خالص. فسبونج بوب خرج من المستشفى بيجر رجليه من الحزن، بس فجاه عينيه جت على معلقه الكترونيه موديل السنه بتلمع وبتنور. فسبونج بوب هنا وقع في حب الجديده وقرر يشتريها، وقام مطلع رزمه فلوس، بس البياع الطماع قال له لا لسه شويه كمان. فسبونج بوب كسر الحصالات كلها وبرضه لسه مش كفايه، فقام بايع الماسه العملاقه بتاعت جاري، وفي الاخر باع بيته الاناناسه وباع هدومه ووقف بالملابس الداخليه علشان يشتريها. فسبونج بوب هنا روح فرحان بالمعلقه الهاي تك الجديده، ولما جه يقلب بيها البرجر المعلقه هنا رفضت وقالت له انا معموله للاكل الغالي والاتيكيت ومش همسك اللحمه المدهننه دي، وقعدت تتريق عليه انه طباخ فاشل، وراحت مطلعه رجلين ومشيت وسابته في نص المطبخ. فسبونج بوب هنا ندم عمره انه باع القديمه علشان المظاهر الكدابه، وجرى تاني على المستشفى علشان يلحق صاحبته، فدخل لقاها قطع النفس وماتت. سبونج بوب طبعا هنا وقع من طوله وقعد يصرخ، بس الدكتور قال له انت بتعيط على مين؟ دي مش بتاعتك لسه عايشه في العنبر التاني. فسبونج بوب هنا لما دخل لقاها قاعده على كرسي بعجله ومكسوره حرفيا ومعنويا، قعد يعتذر ويبوس فيها، بس هي كانت واخده على خاطرها منه جامد ومش راضيه تبص له لانه خان العيش والملح والزيت. فسبونج بوب هنا دموعه نزلت وعملت بحر، وفي اللحظه دي قلب المعلقه حن وسامحته، ورجعوا المطبخ تاني وحلفوا ان مفيش قوه في العالم هتفرقهم عن بعض. وفجاه بقى بنشوف شفيق هنا بيطلب برجر وحش عملاق تاني، وشكلها هتتكسر تاني دلوقتي حالا.